مرحبا بكم معنا من جديد. في هذا الفيديو غادي نشوفوا آخر مستجدات ملعب طنجة اللي كيعرف واحد الحركية كبيرة في الأشغال، وهذه هي أبرز المستجدات. اليوم كنشوفوا البداية ديال رفع أول هيكل من الهياكل اللي غادي يمددوا السقف للأمام، وهذه العملية كتهدف لتمديد وتغطية جزء كبير من الملعب، ويكونوا جميع المدرجات مغطيين من الفوق، وتحمي الجماهير أثناء المباريات من الأمطار وكذلك الشمس، وكذلك غتمنح واحد الجمالية للملعب. وفي نفس الوقت كنشوفوا بزاف ديال الهياكل مجهزين برا الملعب، وغادي يتم رفعهم بشكل تدريجي في الأيام الجاية حتى يتم تغطية أكبر نسبة ممكنة من السقف. ومن جهة أخرى الواجهة الخارجية كتعرف تقدم كبير بزاف، بحيث تقريبا كملوا تغليفها كاملة، وباقي فقط بعض الأماكن القليلة اللي مازالين خدامين فيها. بالإضافة لهذا الشيء كاين أيضا تجريب شاشات العرض اللي كاينة في الواجهة الخارجية، وهاد الشاشات كتعطي جمالية كبيرة للملعب خصوصا بالليل مع الإضاءة. وكيتم كذلك صباغة الأعمدة الموجودة في المدخل ديال الملعب. كل هاد المؤشرات كيبينوا أن الأشغال غادية بوتيرة جيدة باش يكون الملعب واجد قبل كأس إفريقيا 2025. ما تنسوش تخليوا لنا الرأي ديالكم، واش كتشوفوا بلي الملعب غيكون من بين أحسن الملاعب على المستوى إفريقي وحتى العالمي؟ ونتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله.